عليكم ورحمة الله. ازيكم يا رجالة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير اوي من زمايلي قالوا لي انا عايزينك تشرح لنا الحتة دي، لان انا وريتها لهم كده ايه، حساب جبري في المحاضرة. فهم قالوا لي يعني سهل لنا الموضوع احسن من ان احنا نحفظ قوانين ونتلخبط ونعمل ونحس ان الموضوع معقد. ان شاء الله انا هوضح لك كل حاجة في الفيديو ده. انا ان شاء الله مش هكمل معاك 5 دقايق في كل الايه، في كل التلاتة اكزامبل اللي عندنا. كل مسألة يعني كل مسألة عليها اكزامبل، فهم ال3 مسائل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هقدر اوضحهم لك. ممكن احل لك دلوقتي مسألتين واسيب المسألة التالتة ان شاء الله احلها لك في فيديو لوحده، عشان هي عايزة حبة شرح حلوين. تمام؟ ممكن برضو المسألة التالتة تاخد لها مثلا 3 4 دقايق بالكتير قوي، لان هي دي فيها الشغل وفيها تعميق فهم ايه لحد ما. تمام؟ ابدأ معايا واحدة واحدة. ده اول اكزامبل ودي اول ايه، ودي اول مسألة. تمام؟ تمام. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اوردر ريتنج. ما فكك من الكلام ده، انت اهم حاجه عندك الحته دي اللي هو بيشنت تو ريسيف 1000 ملي ايه، 1000 ملي لتر ايه صلاين. تمام؟ يبقى 1000 ملي، حط هنا ايه علامه على دي، اللي هو هيستقبل او هياخذ كام؟ 1000 ملي صلاين. تمام؟ سيبك بقى من الكلام ده كله اللي هو 9 من 10 ايه في المية صوديوم. ده وصف الايه، وصف الصلاين اللي هو بياخده. تمام؟ وانت عارف ان دي اسمها ايه، ايزوتونيك. ايام الايه، ايام بالغين. ايه نسيت ولا ايه؟ تمام. بيقول لك اوفر 5 ايه، يعني 5 ساعات. البيريود دي معناها ايه؟ معناها فتره يعني. بيقول لك ان هو عايزك ان انت تعمل له كوريكت لريت للايه، للفلو. ان ايه، ان دروبس للمينت. هو ما قالكش ملي، هو قالك دروبس. يعني فاهم؟ حاول بس ان انت تربط الكلام ببعض. كوريكت ريت، كوريكت ان انت تصلح الايه، تصلح اللي هو معدل. فلو معناها التدفق، تدفق المحلول للبيشنت. تمام؟ تمام. يعني هو نزول المحلول للبيشنت. تمام؟ الألف ملي هتدوم له على ايه، على 5 ساعات. اول حاجه هو بيقول لك انا عاوزهم من الدروب، يعني كل دروب يعني كام دروب في الدقيقه، عشان انت تظبطها على ايه، تظبطها على المحلول. فانت دلوقتي انت عارف كويس ان الملي الواحد، الملي الواحد، الملي بيساوي كام دروب؟ بيساوي 15 دروب. انت اول حاجه خالص انت كده كده هتحسب المساله بالدروب. تبقى انت اول حاجه هتحول الألف ملي دول لإيه؟ لدروبات. هتضرب الألف، أهو هتضرب الألف في 15. تمام؟ أهو الألف في 15 بكام؟ ب15000. تمام؟ ب15000. دي أول حاجة خالص. بقى أنت دلوقتي معاك 15000 دروب، النقطة يعني. تمام؟ عايز تعملهم على كام؟ على 5 ساعات. تمام؟ هتعمل مسألة جبرية بسيطة قوي. هتقول إذا كان ال15000 دروب، تمام، بديهم في ايه، في 5 ساعات. بس ثواني، انت هنا بتحسب بايه؟ انت هنا بتحسب بالمينت، مش بتحسب بالساعة. يعني هي فيها تحويلتين، انت كده بتحسب بالمينت مش بالساعة. ما ينفعش تحط ايه هنا 5، لازم تحول الساعة للدقيقة. مش الساعة فيها 60 دقيقة؟ تمام. يبقى 5 في 60 بكام؟ ب300. هتقول لي انت طب انت ثواني بس، انت ازاي ضربت ال5 في 60؟ هقول لك ما هي الساعة فيها كام؟ فيها 60 دقيقة. لو أنا معايا 5 ساعات هيبقى كام؟ هتضرب برضو نفس الطرفين في وسطين، بس انت مش محتاج بقى الحوار ده كله، انت مش محتاجه. انت كده كده عارف ان الساعة فيها 60 دقيقة وال5 ساعات فيهم 300 ايه، 300 دقيقة. هتقول اذا كان ال15000 دروبس، 15000 نقطة، انا عايز اديهم على كام؟ عايز اديهم على 300 دقيقة. يبقى ايه؟ يبقى الدقيقة الواحدة فيها كام دروب؟ الدقيقة الواحدة فيها كام دروب؟ هتضرب ايه؟ ثانية واحدة انا اسف. هتضرب 15000 في واحد على 300. هيطلع معاك الايه، هيطلع معاك العدد ده اللي هو 50 دروبس. هتقول لي انا ما فهمتهاش. ثواني، هنرجع تاني واحده 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 واحده، عشان انا حاسس ان في ناس تاهت مني. بص، هنرجع تاني واحده واحده. بص، انت اول حاجه خالص هو بيقول لك ايه، بيقول لك احنا عندنا بيشنت عايز يتعمل له ايه، ريسيف ان هو يستقبل 1000 ملي صلاين. 1000 ملي، خلي بالك من كلمة ان هو بيقول لك 1000 ملي، ما قالكش 1000 دروبس، بيقول لك 1000 ملي. تمام؟ تمام. بيقول لك اوفر كام؟ اوفر 5 ساعات. يعني عايز يديله ال1000 ملي في 5 ساعات. انت اول حاجة هو بيقول لك ان انت عايز تعمل له كوريكت لريت اوف فلو ان كام؟ ان الدروبس بالنسبة للدقيقة. يعني كام دروبس للدقيقة؟
انت اول حاجه خالص، انت دلوقتي انت معاك، هو مديك النسبه بتاعه المحلول كام، الاماونت بتاع المحلول كام، 1000 مللي، مش مديهولك بالدروب. انت اول حاجه انت عارف ان الملي الواحد فيه 15 دروب. هتقول اذا كان الملي الواحد فيه 15 دروب، يبقى ال 1000 مللي فيه كام دروب؟ هتضرب طبعا ال 1000 في 15، هيطلع لك 15000 دروبس. تمام. بالراحه اهو خالص. يبقى انا اول حاجه حولت ال 1000 مللي لكام؟ يعني حولت الملي للدروبس، حولت الملي للايه؟ للنقط. يبقى ال 1000 مللي في كام نقطة؟ في 15000 نقطة. تمام. تمام. واول حاجة هو بيقول لك بالنسبة للمينت، ما قالكش بالنسبة للساعة. يبقى انت هتحول برضو الساعة للدقيقة، وانت عارف ان الساعة فيها 60 دقيقة، فهتضرب الخمسة في كام؟ في 60، هيطلع لك ب 300. يبقى انت كده انت كده جهزت اول حاجة. يبقى انت كده، عشان انت كده جهزت مسألتك، انت لسه ما عملتش اي حاجة. يبقى انت اول حاجة معاك كام؟ معاك 15000 دروبس، ومعاك كام؟ ومعاك 300 دقيقة. تمام. هو بيقول لك انا عايز ادي ال 15000 دروبس في ايه؟ في ال 300 دقيقة. انت حولت الكلام، هو ما قالكش الكلام ده بطريقة دايركت، هو قال لك الكلام بطريقة اندايركت. هو اداها لك بالملي، واداها لك بالساعة، وبعد كده طالبك بالدروبس، وطالبك بالدقيقة. فاهمني؟ فانت هتقلب الكلام، هو بدل ما هو مديهولك بالملي، اكنه هو بيقول لك ان انا عايز اديله 15000 دروبس في ايه؟ في 300 دقيقة، بدل 1000 ملي في كام؟ في 5 ساعات. تمام. تمام. فانت هتقول انت عايز تعرف كام دروبس كام نقطة في الدقيقة الواحدة. فانت هتقول اذا كان انا عايز ادي 15000 في الايه؟ في ال 300 دقيقة. تمام. 300 دقيقة دي الدقيقة اهي، ثواني بس عشان ما تتلخبطش معايا. دي الدقيقة. تمام. دي الدقيقة. تمام. وهنا دي الايه؟ وهنا دي النقط اهو، النقط اهو، النقط. يبقى اذا كان 15000 نقطة هديهم في 300 دقيقة، في الدقيقة الواحدة هدي كام نقطة؟ هتضرب طرفين في وسطين، هتضرب ال 15000 في واحد على 300، هيطلع لك 50 نقطة. بدون بقى الايه؟ بدون بقى القوانين والكلام ده كله، انا عايزك بس تفهمها. هتقول اذا كان، انت بس فاهم نفسك، هتقول اذا كان ال 15000 عايزهم في ايه؟ في 300 دقيقة، يبقى الايه؟ يبقى في الدقيقة الواحدة كام؟ هتضرب طرفين في وسطين وهيطلع لك ال50. بس ده كده انا خلصتك من اول ايه؟ من اول مسألة. تعالى بقى اما ننزل على تاني مسألة. بيقول لك الاكزامبل، ان هو بيقول لك انت ريتن، اقرأ يعني. في 5000 يونت من الهيبارين، في امبول هيبارين في 5000 يونت. تمام. تمام. بيقول لك انا عايز ايه؟ ثانية واحدة بس، ثانية واحدة عشان انا لسه ما قرأتش البتاع دي. ثانية واحدة. هو بيقول لك هنا ان written 5000 unit of heparin to be given by a subcutaneous injection. يعني بيقول لك ان هم 5000 يونت انا عايز اديهم للايه؟ عايز اديهم للبيشنت subcutaneous. تمام. بيقول لك the heparin is present in vial of a of 2000، لا ثواني كده، 20000 يونت في المل الواحد. ثواني. يبقى انت دلوقتي، انت كده عرفت ان البايل، ان الانبوبه دي، الانبوبه بتاعه الهيبارين اللي هو الامبول في كام؟ في 20000 ايه؟ 20000 يونت. 20000 يونت. ودي كلها كام؟ ودي كلها 1 ملي، 1 ملي. تمام. ادي كده انت بس، انا عايزك تركز، وانت هتدي للبيشنت كام؟ انت عايز تدي للبيشنت 5000 يونت. تمام. بيقول لك what is the volume that you need to injection. يعني هو بيقول لك ايه الفوليوم؟ انت اكيد، هو انت عايز تدي للبيشنت 5000 يونت، وهو الامبول فيه 20000 يونت. بس ايه؟ الامبول فيه 20000 يونت على ملي، على 1 ملي. يعني هو الامبول هو 1 ملي، الاماونت بتاعه، الكمية بتاعته 1 ملي. بس بالنسبة للهيبارين، الهيبارين هو بتتحسب الهيبارين باليونت، فهو في الملي ده في 20000 يونت، وانت عايز تدي للبيشنت 5000 يونت بس. فهو بيقول لك انا هديله كام ملي؟ هديله كام ملي؟ فانت دلوقتي هتحسبها ازاي؟ هقول لك هتحسبها ازاي. هتقول اذا كان ال20000، تمام، اذا كان ال20000 في 1 ملي، يبقى الايه؟ يبقى ال5000 في كام ملي؟ هتقول كده يبقى ال5000 في كام ملي؟ اهو هتكتب هنا ال5000 في كام ملي. هتضرب برضو طرفين في وسطين، هتضرب ال5000 في واحد على كام؟ على ال20000، هيطلع معاك ربع ملي. سهلة ولا صعبة؟ ثواني اعيدها لك تاني. اللي مش عاوز يعدي على اللي بعديها، يعني انت فهمت، عدى على اللي بعديها. عايز
تسمعها تاني افهمها برضه، مش هتخسرك حاجة على فكرة ان انت تسمع المعلومة مرة واتنين وتلاتة وعشرة. نعيد تاني، نعيد تاني. بص، هو اول حاجة بيقولك ايه؟ ان انا عايز ادي 5000 يونت من الهيبارين لايه؟ للبيشنت سبكوتينيوس اهو. حتى بيقول لك فور 5000 يونت اوف هيبارين تو بي جيفن باي سبكوتينيوس انجكشن. انت حتى ساعه ما احنا كنا في الاول خالص في اساسيات تمريض، اما كان بيقول لك الحاجات السبكوتينيوس كان مدينا اتنين اكزامبل، قال لك الهيبارين والانسولين. تمام، تمام. انا بفكرك يعني، بيقول لك ذا هيبارين از بريزنت ان ايه؟ ان اي فايل. الفايل دي الفايل اللي هو قصده على الامبول. الفايل يعني الامبول اسمه فايل بالانجلش. تمام، في كام؟ في 20,000 يونت للملي الواحد، يعني الأمبول كله ملي. تمام، 1 ملي في كام؟ في 20,000 يونت. تمام، تمام. بيقول لك وات از ذا فوليوم ذات ايه؟ ذات يو نيد تو انجكت. يعني انا بيقول لك يعني قد ايه الفوليوم اللي انا هديه للبيشنت. انجكت يعني ان انا هعمل له ادمنستريشن، ان انا هديه للبيشنت. تمام، تمام. بيقول لك قد ايه الفوليوم، هو مش قصده على الفوليوم، قصده على اليونت. هو كده كده بيقول لك ان انا عايز اديله 5000. ما هو لو كان عايز يسالك على اليونت كان سالك، كان اداك الاماونت فوق وكان سالك على اليونت. فاهمني؟ هو بيسألك دلوقتي على الايه؟ على الفوليوم، قصده على الملي. فانت هتقول دلوقتي اذا كان ال20,000 يونت في الملي الواحد، يبقى انا لو عايز ادي البيشنت 5000 ملي بس اهو. لو انا دلوقتي ال20,000 اهو، 20,000 يونت في ايه؟ في الواحد ملي. لو انا دلوقتي عايز اديله 5000 يونت، هيبقوا في كام ايه؟ بيبقوا في كام ملي؟ فهضرب طرفين في وسطين، هيطلع معايا ايه؟ هضرب 5000 في واحد على ايه؟ على 20,000، هيطلع معايا ربع ملي. تمام، من غير بقى قوانين ومن غير ما تحفظ قوانين وتعقد نفسك. تمام، ادي دي كده تاني مسألة. انا ان شاء الله هعمل لكم المسألة التالتة في فيديو لوحده وهفهمكم بكل بساطة. عايزين نراجع تاني بسرعة؟ تعال نراجع تاني بسرعة 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 كده عشان ايه؟ تظبط الدنيا معاك. دلوقتي هو بيقول لك انا عايز ادي 1000 ملي صلاين لايه؟ للبيشنت على 5 ساعات. وعايزها ايه؟ عايز للدروبس، ثانية واحدة بس امسحها كده. بيقول لك عايزها بالنسبة كام دروبس بالنسبة للمينيت، يعني انا عايز اديله كام نقطة في الدقيقة الواحدة. هو بيقول لك انا عايز اعرف في المسألة انا هديله كام نقطة في الدقيقة الواحدة. هو مديك النسبة بالملي ومديها لك بالساعات، فانت الاول لازم أن تحول عشان تحل المسألة بتاعتك. انت عارف ان الملي الواحد فيه 15 ايه؟ فيه 15 نقطة. فانت هتضرب الألف ملي في كام؟ في 15. هيبقى انت كده معاك 15,000 نقطة. تمام، وانت كمان عايز ايه؟ عايز تحل المسألة بالدقيقة، مش عايز تحلها بالساعة. فانت هتروح محول ال5 ساعات لدقايق. ال5 ساعات انت عارف ان الساعة فيها 60 دقيقة، فهتضرب ال5 ساعات في 60 هيدوك كام؟ هيدوك 300 دقيقة. فهتقول إذا كان ال15,000 اللي هم يعتبر ايه؟ ثانية واحدة. ال15,000 اهو، ال15,000 اهو، 15,000 اللي هم اصلا 1000 ايه؟ 1000 ملي، اللي هم اصلا 1000 ملي. تمام، عشان ما تتوهش مني. تمام، بالنسبة للايه؟ بديهم على ايه؟ على 300 دقيقة، اللي هم كام؟ اللي هم 5 ساعات، او اللي هم 5 ساعات. تمام، يبقى انا لو عاوز بالنسبة للدقيقة الواحدة هيبقى كام نقطة؟ هضرب ال15,000 في واحد على ال300. هيدوني كام؟ هيدوني 50 نقطة. هيبقى 50 نقطة لكل ايه؟ لكل دقيقة. تمام، سهلة اهي خالص خالص خالص، يعني حرفيا. انا مش عارف اعمل لك ايه، والله العظيم الحوار سهل. انا حتى لو انت لسه لحد دلوقتي ما وصلتش، والله العظيم الحوار سهل. حاول تعيد الفيديو وتعيد وتزيد، هتلاقيني انا حرفيا مبسطها لك بطريقه يعني. حتى انا عمال اقول لك خالص 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 ومروق عليك يعني، او بتضحك ومروق عليك. خلصانه؟ تمام. تعالى بقى للتانية، هنعيد عليها يعني ايه؟ بالراحة خالص. هو بيقول لك ان انا عايز ادي 5000 يونت من الهيبارين. تمام، سبكوتينيوس. انت ما يهمكش بقى يدوم سبكوتينيوس انترا ماسكولار، ما يهمكش، ما يهمكش دلوقتي في المسألة. بس انت كده كده عارف ان الهيبارين بتاخده سبكوتينيوس. تمام، تمام. بيقول لك الهيبارين از بريزنت ايه؟ ان فايل، يعني هو الهيبارين جوه الفايل، جوه الامبول بيبقى 20,000 يونت، والامبول كله 1 ملي. تمام، تمام. بيقول لك وات از ذا فوليوم ذات ايه؟ ذات يو نيد تو انجكت، يعني انا كام الكميه اللي انا المفروض اديها للبيشنت لو انا عايز اديله 5000 يونت.
قد ايه الكمية. فانت هتقول لو العشرين ألف هم، العشرين ألف في كام؟ في 1 ملي. يبقى أنا لو عايز أدي 5000 يبقوا في كام ملي؟ هتضرب برضو ال5000 في واحد على كام؟ على ال20000. هيدوك كام؟ هيدوك ربع ملي بس. خلصت. أنا عارف إن الحوار طول، بس أقسم بالله الحوار ده ريحك جامد أوي، إن أنت ما تحفظش قوانين، ولا تحس إن الموضوع فعلا متعصب معاك. يا رب لو استفدتوا تعملوا سبسكرايب للقناة، تمام، وتضرب اللايك الجامد، وتشجعنا كده بكلمة حلوة، وتدعي لنا دعوة كده، يعني فاهم انت، بنية صافية. وربنا يا رب يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.